السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما. اهلا بيكم في فيديو جديد في يلا مع علاء. لو انت اول مره تشوفني والفيديو عجبك يا ريت تنسانيش باحلى واغلى واجمل لايك وشير وتتابعني وتشارك الوقت معايا. ولو انت او انت من المتابعين اشكركم على الثقه الغاليه ديت. النهارده الاثنين، وزي ما احنا عارفين كل يوم اثنين واربع هيبقى في حلقه جديده من حلقات اعرف. في كتاب جميل جدا انصح الكل انه يقراه، اسمه كيف تكسب الاصدقاء وتؤثر في الناس لديل كارنيجي. كان الحلقة اللي فاتت وكانت بعنوان اعترف انك بشر، وقلت فيها اننا لازم نعترف اننا بشر وان جوانا ملاك وشيطان ورغبات كتيرة قوي لازم نعترف ونتحكم فيها بالشكل الصحيح. هتكلم النهاردة في حلقة جديدة من حلقات اعرف عن 12 طريقة او قاعدة او مبدأ لو عملتهم تقدر تكسب فكر الناس و هم يعترفوا بوجهة نظرك او افكارك والكلام ده كله، بعنوان 12. يلا بسرعه نبتدي حلقه النهارده يا شباب. طبعا انا هقول ال 12 قاعده دول بشكل سريع في حلقه النهارده عشان وقت الحلقه، والحلقات اللي جايه ان شاء الله هتكلم فيها بشكل مفصل ومفسر اكتر من كده باذن الله. اول قاعده: لا تجادل، وافضل طريقه لكسب نقاش هو تجنبه. بلاش تتكلم كتير عشان كل ما تتكلم اكتر كل ما هتغلط اكتر، ما تدخلش نفسك في جدالات ملهاش لازمه. القاعدة التانية: احترم آراء الشخص الآخر ولا تقل له إنه مخطئ. طبيعي احترم وجهة نظره، لو أنت قلت له إنك غلط هو كمان هيقول لك أنت غلط، فوصلنا لطريق مسدود. ولا إيه يا كوتش؟ القاعدة التالتة: إذا كنت مخطئا اعترف بخطأك، ما تكبرش وأنت غلطان أو تحاول تجمل صورتك. أنت غلط، اعترف إنك غلط. بسيطة. القاعدة الرابعة: ابدأ بأسلوب ودي ولا تقترب من العنف. كلمة طيبة صدقة، كلمة طيبة تغنيك عن مليون كلمة ملهاش أي لازمة. اتفقنا؟ اتفقنا. القاعدة الخامسة: اسأل أسئلة تجعل الشخص الآخر يجيب بنعم. دايما حاول تسأل الشخص ده، تقول له انت لو كنت في مكاني كنت هتعمل كذا، انا متأكد انك هتعمل كذا. يقول لك اه طبعا انا هعمل كده. انت متأكد انه هيقول لك ايوه. فاقول له دايما الاسئله ديت عشان هو يقول لك ايوه وتكسب وده. وده مش ودنه. تن. القاعدة السادسة: دع الشخص الآخر يتحدث عن نفسه. كلنا بنحب كده يا شباب، احنا بنحب نتكلم عن نفسنا أكتر ما نسمع للتاني أو الشخص التاني. أنت حاول تفهم وتسمع وتقدر هو عايز يقولك إيه، عشان تعرف هو عايز يقولك إيه، تعرف إيه اللي جواه بالظبط. ما تتكلمش أنت عن نفسك كتير، محدش هيهتم لك أصلا إلا أنا. القاعدة السابعة: دع الشخص الآخر يعتقد إن الفكرة فكرته. تقول له والله مثلا بس أنا متأكد لو أنت كنت في مكاني كنت هتعمل كده، ولا إيه يا مش عارف إيه. تقول له آه طبعا أنا متأكد، الفكرة فكرتي أصلا يا باشا. عدي، فاهم؟ عدي بمزاجك. فاهمني أنت طبعا. القاعدة الثامنة: حاول أن ترى الأشياء من وجهة نظر الشخص الآخر. حاولوا دايما يا شباب تفهموا وجهة الناس أو الشخص اللي قدامك. مش معنى كده إنك تسمع له وخلاص تقول له معلش حضرتك مش ست دلال عبد العزيز حضرتك يعني، معلش إيه تروح تصرفها من هناك. معلش افهمه هو عايز يقول لك. القاعدة التاسعة: تعاطف وقدر أفكار الشخص الآخر ورغباته. حاول تبين له دايما ان كلامه يهمك. تعاطف معاه، قدره، مش مجرد كلام يدخل من هنا ويخرج من ودن التانية وخلاص عشان تنهي الموضوع او الفكرة او الكلام ده كله. القاعدة العشرة: استعن بالدوافع النبيلة. تقول له انا مقدر كلامك، انا عايز اساعدك، انا عارف لو انا كنت عملت كده او قلت كده كنت ممكن تزعل مش عارف ايه. عارف العب على الوتر العاطفة ده بياكل قوي قوي. فاعمل عندليب. عشان هو كمان يقدر ويحس بعاطفتك وينهي الجدال على طول. القاعدة ال11: عبر عن أفكارك في قالب تمثيلي. تمثيلي مش تمثل عليه حضرتك، ما تصدق احنا أنا عارف. لأ، تديله مثل، تقول له والله أنا كنت امبارح، تدعم فكرتك. أنا كنت امبارح ماشي فلقيت كذا، فدعم دايما كلامك أو أفكارك بمثل عشان الفكرة توصل له، مش تمثل عليه تاني مرة. مش نفاق، هو مش ناقصين يعني. القاعدة ال 12 والأخيرة: ابدأ
تحدي، كلامك تبقى واثق منه، افكارك تبقى مترتبه عشان هو ما يحسش انه في حاجه او كلامك مش مترتب فايه يحتمل الشك او اليقين يعني. لا، حسسه كلامك جد، تحدي، الكلام ده كله مش مجرد كلام بيتقال وخلاص. دول 12 قاعدة يا شباب. اتمنى يا رب ما اكونش طولت عليكم في حلقة النهاردة. اتمنى اكتر اكون قدرت اساعد او افيد اي حد بيتفرج على حلقة النهاردة، واشوفكم ان شاء الله يوم الاربع اللي جاي في حلقة جديدة من حلقات اعرف، هنستأنف فيها او نتكلم فيها بشكل مفصل عن ال 12 قاعدة دول باذن الله. قبل ما انهي الفيديو احب اقول لكم انتم مش لوحدكم، انا هكون معاكم، مش انا وبس، انا وكل المتابعين هنكون معاكم كل يوم، هنتكلم في حاجات كتير ونعمل حاجات اكتر من شأنها تدينا الطاقه الايجابيه وتقول لنا هاي انتم مش لوحدكم، كلنا معاكم وربنا معانا، بس المهم انتوا تكونوا عايزين تساعدوا نفسكم عشان احنا نقدر نساعدكم. هسيب لكم لينكات للفيديو عشان اي حد يحب يتواصل معايا، يهمني جدا اعرف رايكم وافكاركم وملاحظاتكم حتى انتقادكم في حلقه النهارده. وزي ما بقول في كل حلقه، في ناس كتير وجهات اكتر براهن على فشلنا، يا ريت تدوش فرصه لاي حد انه يراهن على فشلنا ويكسب الرهان، لان مقامنا غالي وعالي جدا. ده كان فيديو النهارده، اتمنى يا رب يكون عجبكم، ولو عجبكم يا ريت تبخلوش عليا باغلى واحلى واجمل لايك وشير، وتتابعني واشترك دلوقتي معايا في الحلم عشان انت او انتي بقيتوا جزء من حلم عظيم. ده كان فيديو النهارده، اشوفكم بكره فيديو جديد وحلقه جديده يلا جديده في يلا مع علاء. stay positive you awesome. سلام عليكم.